بعد ما يسقط لازم علينا دور كبير نقول لهم روقوا هدوا. ميس كاف أيقونة الثورة السورية من وقت وفاتها سنة 2018، ورجعت الأسئلة بعد سقوط نظام الأسد سبب وفاتها، هل قتلها النظام أو توفت طبيعي؟ والسؤال الأغرب، هل هي مسيحية ولا مسلمة؟ كل عمر السوريين عايشين، ما بنعرف بعضنا بالجامعة، انت شو ما حدا بيسأل مسلم ولا مسيحي؟ ابن أخوها طلع بفيديو فجأة ليخبر الناس إنه ميس كاف ماتت وفاة مش طبيعية وعلى يد النظام، واحتمال تورط ماهر الأسد بالموضوع، بالرغم من إنه التقارير الرسمية أثبتت إنه توفت بشكل طبيعي، وابنها جود أكد هالمعلومات. بالنسبة لعمتي مي الله يرحمها، هي مسلمة منذ الولادة. اغتالها النظام السوري وخطف ابنها جود وحجزه بفندق، وسبب الوفاة الحقيقة هو سكتة دماغية. كثير تهديدات وقتها أجت على العائلة بشكل عام. الكاتبة ديما ونوس بنت خالتها لميس كاف ردت على إكس وقالت: عندما رحلت حبيبتي مي لم ينعها أخوها همام ولا أولاده لأنها معارضة للنظام. كوعوا على راحتكم بس مش على ظهر ميس كاف. هي اللي قالت مش أنا. بس رح ترجع. بدي ارجع، ما فشروا، سوريا بتستاهل.